نتنقل للبرنس اي جي ومعاه مراته مايا والحاج ريتشي ومعاه حرمه جاز، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبيقول ريتشي ليهم ان اعمل لهم رحلة حلوة قوي كده على الضيق في الغابة، ودي بمناسبة انه باع الشركة بتاعته كلها، وان تكاليف الخروجة دي كلها على حسابه هو وبس، يعني خسرانة خسرانة يا معلم. المهم بيصبوا شوية نبيت وبيطلعوا وبيجهزوا من أجل الرحلة اللي هتبقى جميلة في عينيهم طبعا. وهناك على بداية الغابة كده بيقابلوا واحد اسمه نيك، وده بيبقى المسؤول عن الرحلة ومسؤول عن السندوتشات وعن كل حاجة. وبعد ما يعرفهم بنفسه بيدوم سترات النجاة، وبيجي صاحبنا ريتش ويحرق دم صاحبه بالكلام، وبيقوله ان الرحلة فيها مصاريف اضافية بس ما تشيلش الهم عشان ظهرك. وبعدها على طول بيركبوا القوارب، وبتسأل جاز لو كان البحر ده فيه تماسيح، فيقول لها نيك اكيد فيه تماسيح، وبيعلمهم ازاي يعرفوا يعوموا في المية ويدوم شوية ارشادات عن المكان. وبيطلب منهم يسيبوا تليفوناتهم، فيسلم الكل تليفونه ما عدا اي جي، ويقول له انه كده وضعه تمام. فيرد عليه الراجل ويقول له خليه معاك، كده كده مفيش شبكة للمكان اللي هنروح له. وبيسلم نيك كل حاجة تخصهم مع الناس اللي معاه، وبتبدأ بقى رحلة جميلة كده في المية وسط المظاهر الخلابة. وبيفك نيك الدنيا شوية، فيقول لهم الأسطورة بتقول ان البحر ده اتملى بدموع ملكة، وانها عيطت اول ما شافت الجمال الطبيعي ده. وبتسأله مايا وتقول له انت من امتى موجود في المكان هنا، ويقول لها انه موجود هنا من زمان قوي وواخد الشغلانه دي وراثه عن ابوه لجده. وبيقول لها بس للاسف يوم ما ابويا طلع مرجعش. وبتتصدم مايا لما بتعرف انه مات هنا على ايد اكلي لحوم البشر، فبكل لطافه كده بتقول له يعني اكلي لحوم البشر دول موجودين هنا؟ ويقول لها موجودين هنا بس احنا بعيد عنهم. وبيوصلوا كلهم في الاخر للمكان اللي